اليوم ده ما يفكركش بحاجه؟ ضرب مركز التجاره العالمي؟ لا. غزو العراق على الكويت؟ لا. زلزال 92؟ لا. غلب حمار. تحتفل مصر اليوم بالذكرى 11 لثورة 30 من يونيو المجيدة. ربنا يجعلها اخر الاحزان. كان يوم اسود يا عطيه. اسمحوا لي اقول لكم اننا لازم ناخد قرار مصيري. شكلنا كده هنشوف ايام سودة. قرار البلد محتاجاه. قوم يا مصري دايما بتناديك، قوم يا ابني مش هنتحايل عليك. الناس وقعت على استمارة التمرد ونزلت الشارع من 30/6 ولحد النهارده ما عندهاش غير مطلب واحد. انا اتمرنت. انا شفت كتير من ساعه ما مسكها وكانت ايام سود. رحيل محمد مرسي وجماعته من الحكم. محمد مرسي دوت يعني حضرتك اتمرنت ولا لا؟ بقول لك ايام سود. هيقع في 18 ساعه باذن الله. يعني نجس ومتحرش، يعني وقف الحال ده بسببك انت. المصري ملوش حسابات، لكن لما بيفيد الكيل بينزل ويقول كلمته. طب حد فيكم يكلمها بقى، بلاش انا اكلمها. انا نازله علشان مصر لان انا شفت فيها كل الخير. نعم يا اختي. نفسي الاجيال اللي جايه تشوف الخير اللي انا شفته. لا واثقه من نفسيها، مش واخد بالها كده. تشتمل هذه الخارطه على الاتي: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. وانت ببوزك الناشف ده ما تجيبليش خبر حلو ابدا. لما اجي اقف الوقفه ديت مع الرئيس مرسي الله يرحمه، انا بقف مع مصر. يلا يا راجل بلا كذب بقى، بوشك ده كذاب كذب الابل. لو اتأمرت عليه بعد ما تولى يبقى انا اتأمرت على مصر. امتى المواطن ممكن يشعر ببعض التحسن في حياته، سواء صحة أو تعليم أو حياته السكة؟ انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ الصورة دي مش تديك الأمل؟ بيقول اللي لابس فانيلا حمالات ده بقى رئيس جمهورية. لا انا ما قلتلكش. مهما كنت كحيان ما تيأس. والنبي ما قلتلك ولا جبت لي فيل يقطعني. الصورة دي مش تديك أمل إنك مهما كنت عجلاتي أو بتاع بليلة يوما ما ممكن تحكم مصر. لقيت مراته ولدت جابت بلحة. مش عارف اعلم، مش عارف اعالج، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن. انت بتعرف تعمل ايه؟ 2 سنين. طبعا ده معدل سريع. ان شاء الله. اتفضل بقى يا استاذ، سمعنا وتحفنا بكلماتك اللي تكيف. واللي انا عايز اكده هنا ان احنا تعاوننا دائما يهدف الى البناء والتنميه والتعمير. ماشي. البناء والتنميه والتعمير. عليا انا الكلام ده؟ لا معلش قولها تاني. ان احنا كدول جوار، دول الاقليم، دول القرن الافريقي، ان احنا نحترم سياده دولنا ونحافظ على استقلالها. ولع شمع عند الست ام هاشم. والله ده 200 شمع للست ام هاشم او القنديل بتاع يحيى حق. ويبقى اللي بيحكمنا هو التعاون فيما بيننا وليس اكتر من ذلك. يا راجل بطل بقى كلام فارغ. والله ما انت قلت لنا 30/26. ايوه 30/26 هوريكم بفضل الله. بفضل الله دولة تانية. بطلوا كلام فارغ. دولة تانية. طول ما انتوا بتسقفوا له هيفضل يهبل والله. احنا اتفقنا العهد بتاعكم وعهدي معاكم هتكملوا معايا. بس عليكم بقى. انا عمري ما وعدتكم بان الموضوع هيخلص في سنة ولا 2 ولا في 10. ما وعدتش بكده. عشبتني بالحلق خرمت انا وداني. مفيش غير كده. مفيش غير كده. تصبروا وتتحملوا. انت ليه بتخوف اكتر من القنبله كده؟ انا كنت اتمنى يكون معايا 2 تريليون دولار. بس انا احب اخد البرايز الاول للبهاريز. توزعهم علينا؟ لا. ليلكم جله متعصب جله. ان الذين يتحدثون عن الافلاس هم المفلسون. مصر لن تفلس ابدا ان شاء الله، ولن تركع بفضل الله. تقيل عليك يا دكتور مرسي الشيله؟ ما تشيلش. قال لك انك انت فقير قوي. لا يا ريت حد يقول لكم ان احنا
فقراء قوي. قد الشيلة واكتر، قد الشيلة واكتر. الكهرباء المشكلة مش جديدة بتاعت الكهرباء. جذور المشكلة بين أزمة الغاز ونقص توليد الكهرباء. ان حكومات مبارك كانت افضل من حكومات الاخوان المسلمين. استاذ محمود بص انا عايزك تعمل تمويل. ايه قضيتي انا في واحد انتقد الرئيس؟ وتطمن اهل اسكندريه الكرام قول لهم ميمس راجع. انما واحد انتقد الرئيس قال التصرف ده ما ينفعش، نعمل كذا، نشوف واحد قال كذا، واحد قال كذا، كان يجب نعمل كذا، كان يجب نعمل كذا. هي دي الحياه. ايه يا اخوانا عايزين ترجعوا لفين؟ راجع اقوى مما كان بعد ما هيقضي على جميع الجراثيم. الله يطلع فاصل. موضوع الكهرباء اللي بتتقطع احنا نقدر نخليها ما تتقطعش؟ طبعا. وطارق يجيب منين؟ مشكله. فشويه صبر، معلش صبرنا كتير وتحملنا كتير، لكن احنا دلوقتي بنتحكم بناس عايزه تعمل حاجه للبلد حقيقيه. ده حتى الناس بتعرض شكك علشان يمكن يبقى له مصلحه بعدين. كلهم بكره هتشوفوهم كده وتبقوا في منتهى الفخر والعزه والكرامه. هذا جيش مصر العظيم. انا جمعتكم النهارده لامر جلل، والكلام اللي هقوله هنا في اوضه السفره سيظل في اوضه السفره. طب عايز اقول لحضراتكم جيش مصر العظيم ان مهم قوي نتكلم على اكتوبر ونبقى شايفين قدامنا وحوالينا واللي حوالينا. اوريكم بأسرة، ومن هنا نحن بنقول لاخواننا المصريين جت في السباطه. الجيش الاسرائيلي، جيش الاحتلال، العدو الاسرائيلي. قول عاد ما تشوقناش، قول. احنا بلد سلام وامن واستقرار وعاملين معاهده سلام. السادات فرض على اسرائيل وعلى الدنيا كلها ان احنا لازم نعمل سلام. في الايام اللي فاتت دي حد قال انتوا مش عندكم اقوى جيش؟ ما يلا بقى. لا احنا ما عملناش ده. مراكبك واقفه عطلانه وبتسير مراكبهم. نتحمل وبنساعد على قد ما نقدر. شبعت ذل واهانه ولسه مصر تفجعهم تكسبهم. هذا الزمان تبدلت أحواله وغدا نعيق الفاسدين صهيلا. وجه الحقيقة أظلمت أرجاؤه وفم العدالة أتقن التضليل. الرافعون بكل زيف مجدهم أخذوا السفاهة في الدروب خليلا. والقابعون على كراسي جهلهم ألفوا النفاق وأدمنوا التطبيل. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. الله. ماذا عن غزة؟ إذا لم توافق الأردن ومصر على مقترحك، ما هي الدول الأخرى التي تقترحها؟ هم التتار قادمون وليس فينا من قطز ولا بيبرس ولا صلاح الدين. أنا أعلم أن الأردن ومصر لم توافق، ولكن أظن أنهم سيوافقون في النهاية. هذه هي أمريكا التي كنتم تتغنون بها سنوات طوال. أمريكا أم الديمقراطية. انظر إلى غزة الآن، هي مدمرة للغاية، كل شيء مدمر. لا يمكن للفلسطينيين أن يعيشوا في غزة الآن. أمريكا أم الإنسانية. وأظن هناك يتوجب أن يكون هناك مكان آخر يعيشون فيه. يقف فيها نتنياهو متحديا 2 مليار مسلم ويقول عن تهجير من غزة، وشفنا العائل الأردني يقعد في بيت الأبيض عم بخاف عمي ولا كلمة. شو كيف الكلام ولا كلمة. ولكن بئس الجيران جيران غزة. والسيسي بدوش يجي. شو صار مع زعماء العرب؟ بئس الجيران جيران غزة. من سيرد؟ ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من مكانه هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه. خيول المسلمين هل كانت ستحرك في ذلك الصباح؟ التهجير خط أحمر، هكذا أعلنها المصريون من أقرب نقطة إلى الأراضي الفلسطينية هنا. فلتخسأوا جميعا سنة وشيعة. من أمام معبر رفح المصري اجتمع الآلاف
منذ ساعات الصباح الباكر يؤكدون أن التهجير خط أحمر وأنهم يرفضون كافة محاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى مصر. فهي لم تحرك في صباح استشهد فيه في يوم واحد أكثر من 600 إنسان في المستشفى المعمداني. هل ستتحرك لكلمات نطق بها نتنياهو في الكونغرس الأمريكي؟ والجميع يعمل حسابه لمصر وجيش مصر. لم يفعلوا شيئا عندما نقلت السفارة للقدس. Well, I recognize the eternal capital of Israel and opened the American embassy in Jerusalem. Right? Nothing happened. I kept saying, are we okay? Yeah. احنا بنقول طبعا احنا كلنا جايين نتضامن مع فلسطين وشعب فلسطين ودول اهلنا واخواتنا واحنا معاهم بقلوبنا كلنا. أمة لم تحركها الدماء، لم تحركها الرؤوس المقطوعة للأطفال. في غزة ينتقل الوضع من سيء إلى أسوأ. اليوم حذرت بلدية رفح في الجنوب من أن حي تل السلطان يتعرض لإبادة جماعية. لأن اتقال كلام كتير على أن مصر هي السبب. لا حيث لا يزال آلاف المدنيين بينهم أطفال ونساء وكبار سن محاصرين تحت القصف الإسرائيلي دون أي وسيلة للنجاة أو إيصال استغاثاتهم للعالم. لا Initially, the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. إن أنا ما أدخلش لقمة عيش أقدر أدخلها لغزة أروح من ربنا فيه. لم تحركها تلك الأجساد التي ماتت من الجوع والتي أكلت ورق الشجر وعلف الحيوانات في شوارع غزة. هل سيحركها خطاب نتنياهو؟ ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من مكانه هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه. ترامب يبصق علينا ويخبركم بأعلى صوته من جاكرتا إلى طنجة طز فيكم. الأنباء تأتي بعد يوم من إعلان إسرائيل إنشاء هيئة مكلفة بالإعداد لما وصفتها بالمغادرة الطوعية لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة. مصر والأردن ملكا وجنرالا هيوافقوا على التهجير. يقدروا يقولوا لبايدن لا، أما أنا فأؤكد لكم أنهم سيوافقون. انظروا، انتقل الموضوع من الحديث عن التهجير القسري الذي تحدث عنه ترامب سابقا إلى الهجرة الطوعية. إسرائيل لا تزال تعمل على ذلك، لم ينتهي الموضوع بعد. لا والله لن يحركها. أمة لم تحركها الخطب على المنابر بقال الله وقال الرسول. هل سيحركها وسيغضبها خطاب نتنياهو؟ ترامب أغراه صمتنا وهونا وزعمائنا المساقين بالسلبة كالأنعام فلبس ثوبه لاكو. هكذا قال لما نقل السفارة إلى القدس. I got calls from kings, you can imagine. I got calls from everybody. Not to do it, please don't do it. So what I did is I said, you know what I'll do? King, what do you want? What's up, King? And he goes, I wanted to call you to tell you we would be very much opposed. I said, oh, I wish I spoke to you sooner, sorry. And everybody's happy. كل الدماء في زماننا غالية. دم الفرنسي غالي، ودم الأمريكي غالي، ودم الأوكراني غالي، ودم الروسي غالي، ودم المجوسي غالي. اليوم تقول المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إن نقل الفلسطينيين سيتم بطريقة آمنة وخاضعة للمراقبة، وسيتم وضع الإدارة تحت سيطرة وزارة الدفاع. لكن دماء المسلمين في زماننا رخيصة، لا تساوي برميل واحد من النفط، لا تساوي برميل واحد من البترول. في الأيام اللي فاتت دي حد قال لي انتوا مش عندكم أقوى جيش، ما يلا بقى. لا احنا ما عملناش ده. ويجب أن يعلم القاسي والداني أن مصر دولة حليفة وصديقة للولايات المتحدة. لم يستوعبوا أننا سنؤكل إذا أكل الثور الأبيض. والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف واتكوف قال إن حماس رفضت كل فرص الحلول وهي المعتدية حاليا، فيما شدد الاتحاد الأوروبي على أنه لا يجب أن يكون لحماس أي دور مستقبلي في إدارة غزة. من أجل هذا حاصروا غزة حصارا شديدا وشيطنوا المقاومة وأغرقوا الأنفاق وهجروا أهل غزة. التصريحات الغربية حول غزة جاءت فيما تواصل إسرائيل قصفها للقطاع. نحن لا شيء في أنظارهم، لا شيء في أنظار هؤلاء. حيث قتل وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدفهم خلال نزوحهم من حي تل السلطان في غرب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة بعد إنذار الجيش بإخلائه.
ده احتلال. مين يقبل هذا الكلام؟ مين يقبل؟ أقسم بالله لو أن الله عز وجل رزقني الشهادة في مواجهة شيء كهذا فهو أشرف حتى من جمعة 28 أكتوبر اللي كنا داعين له 18 نوفمبر. كل الإخوان اللي بيتكلموا بره، وجماعة إبراهيم منير ولا جماعة عبد الحق اللي في لندن وجماعة محمود حسين اللي في تركيا، وبيانات بتطلع وشتيمة على مصر. بقول لكم الموضوع بسيط، لما تتحركوا روحوا على فلسطين. من أجل هذا شيطنوا الإخوان وقتلوهم واعتقلوهم ولعنوهم من المحيط إلى الخليج. روحوا على غزة، روحوا على الضفة، روحوا حرروا القدس. وما غزة والله إلا محطة، وقلتها على هذا المنبر في بداية هذه الحرب. روحوا يلا واحنا وراكم. المصريين جمعاء على قلب رجل واحد، المؤيد والمعارض. واحنا بنقول دايما ان احنا بنصطف مع السيسي. للدرجة دي 18-19 واحد يصبحوا قدر على رقاب الناس. ليه؟ ان احنا بنصطف مع السيسي. علشان ايه؟ بأي سلطان؟ او مع الجيش المصري، بس مش ده شيك على بياض. كما قلت لو أعلم أن الناس تستجيب أقل من كلمة ارحل تكون خيانة. أنا مبدأي واضح، سيناء مصرية، ولن نكون سببا في تهجير الفلسطينيين. إن صدقناهم بأنهم رافضون للتهجير ومع فلسطين وتركناهم وما يفعلون، سيتم التهجير فعلا. روحوا كده اثبتوا يعني للناس ان انتم مش منافقين. وما أشبه اليوم بالبارحة. نعود كما قلنا إلى فكرة التهجير. للأسف مصادر إسرائيلية تقول أن تل أبيب تضع عدد الراغبين الآن في المغادرة بحدود 200,000. أنه مخطئ من كان يظن أن عين إسرائيل على غزة فقط. أنا هروح من ربنا فين لو أنا السبب؟ لا تصدقوهم ولو أمسكوا بستائر الكعبة وهم يقسمون لكم بأنهم صادقون. بقى اللي انتوا شايفين دمهم دول ممكن نخونهم ولا ايه؟ فقد خاصروا وهجروا وشيطنوا طبقا لمسقط القرن. ولن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس. لا مستقبل ولا فلسطين ولا قدس إذا تركتم هؤلاء على العروش العربية. ثلاثي أضواء المستنقع، ناصر ومعتز مطر وأسامة جويش، دول 3 بيتسابقوا على السقوط والغوص في المستنقع الكريه المسموم. ممنوع على الخطباء أن يقحموا السياسة في الدين. دول بيتكلموا دايما على غزة. بقول لهم طيب يلا تعالوا أتحداكم، انتوا ال3 اطلعوا روحوا على غزة وقولوا اللي انتوا عايزينه من غزة واحنا وراكم. ممنوع على الخطباء أن يدافعوا عن حقوق هذه الأمة. مش معقول يكون الفكر اللي احنا بنقدسه ده يدفع بالأمة دي بالكامل ان هي تبقى مصدر للقلق وللخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها. ممنوع على الخطباء أن ينادوا بالجهاد، ممنوع على الخطباء أن ينادوا بردع كل من يحارب هذا الدين. مش ممكن يكون الفكر ده، أنا مش بقول الدين، أنا بقول الفكر ده اللي تم تقديسه نصوص وأفكار تم تقديسها على مئات السنين وأصبح الخروج عليها صعب قوي. ولكن مسموح على هؤلاء أن يحاربون بالدين لدرجة إن هي بتعادي الدنيا كلها، وأن يتكلموا على تلك المنابر أمام العالم كله أنها حرب دينية. يعني 1.6 مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هم؟ مش ممكن. لا ضير على هؤلاء. أما نحن ممنوع علينا أن نخلط السياسة بالدين، وأن نقف على المنابر لنتحدث عن حقوقنا وعن عزة هذا الإسلام وعن ديننا. ده مش بس كده، ويقول إن كل ما دونهم على خطأ وهم فقط اللي صح. ولكن كل هذا دليل أن المستهدف أنا وأنت. يعني الحق سبحانه وتعالى استدعى البشر وخلقهم عشان يجي حد يقتلهم يؤمنوا بالله على طريقتهم. وأن المستهدف هو كل موحد بالله. أو يقتلوهم، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة كمان يعذبهم عشان هم ما يأمنوش. ده حاجة صعبة قوي. وأنها حرب على الدين لا شك فيها ولا ظن فيها. انتوا دايما موجودين بيتكلموا لما تقولون ما لا تفعلون. يا أيها العلج الأشد بجاحة، هل غاب عقلك
أم غدوت عليلا؟ محدش يجرب مصر، محدش يجرب مصر. أتظن قولك قد أجيز بلاغة؟ أتظن وعدك مفعما تأصيلا؟ بقول بنفس الطريقة للجماعة الإخوة الفلسطينيين اللي موجودين في الخارج، أحاديثكم عن الفلسطينيين اللي في الداخل أحاديث لا قيمة لها، لأن أنتم مش موجودين معاهم. أتظن وعدك يا غشيم مقدسا يستوجب التنفيذ والتفعيل؟ ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من مكانه هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه. تحديات خطيرة وصعبة ومقلقة، كل كلمة لها حساب. أو ما علمت بأن وعدك كاذب كجبين وجهك يعشق التبجيل؟ نتحدث هنا عن وزير المالية بتسلال سموتريتش، وهو يقترح جدول زمني لترحيل 10,000 فلسطيني يوميا من سكان غزة. قد جاء وعدك في خضم جريمة في حق شعبي قتلوا تقتيلا. And everybody's happy. تبا لوعدك إذا وعدت مظالما أعورت عينك لم تجد تكحيلا.